دولة جزر المالديف جميعنا نعرفها أو سمعنا عنها أو شاهدنا صورها. إنها جنة الله في أرضه، تتربع على عرش أجمل الجزر والمناطق الخلابة في كوكب الأرض كله. كل ما نعرفه عنها أنها مكان يقصده السياح وأغنى أغنياء العالم للترفيه والسباحة ورؤية مناظر لا مثيل لها على كوكب الأرض. ولكن هذا هو فقط ما يظهره الإعلام. فهل تعرف أن دولة المالديف والتي يسكنها ما يقرب من نصف مليون مواطن هي دولة مسلمة بنسبة 100%، ولا يحق أصلا لأي شخص أن يكون مواطنا وهو لا يحمل ديانة غير الإسلام، بل أن قانون الدولة يمنع على أي مواطن رسمي المشاركة أو ممارسة أي شيء يختلف مع قواعد ونصوص الإسلام الصريحة. والمفاجأة الأكبر، هل تعرف كيف انتشر الإسلام هناك؟ انتشر الإسلام بسبب مارد من الجان وشيخ مسلم مبروك من المغرب الإسلامي يدعى أبو بركات البربرية، وقد جعله الله سببا بأن تتحول هذه الدولة بدءا من ملكها وحاكمها إلى ديانة الإسلام، وصولا إلى أن أصبحت الدولة إسلامية بنسبة 100% من المسلمين. مفاجأة، أليس كذلك؟ إذن لنبدأ ونروي القصة إليكم، ولا تنسوا مشاركتها فور الانتهاء منها. دولة المالديف